السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وصلنا في سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن النبي في نهاية سنة 6 بعد ما عمل صلح الحديبية بدأ يبعث رسائل للملوك، وخدنا المرة اللي فاتت رسالة بعتها للراجل اللي ماسك مصر أيامه اسمه المقوقس، وكان قاعد في اسكندرية، وكان اسمها مملكة مصر والإسكندرية. وبعت سيدنا عبادة بن الصامت وخدنا الحوار وعرفنا إن الراجل ما أسلمش. بعد كده النبي صلى عليه بعت سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس. بعد سيدنا حاطب، خدناها دي مش كده برضو ولا أنا غلطان؟ خدنا حاطب إن شاء الله. بعد سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس. الفرس بيعبدوا النار، الفرس بيعبدوا النار. وسيدنا صهيب الرومي كان له منصب في الفرس قبل ما يخش في الإسلام، كان هو اللي بيحمي عن النار، اللي بيولع في النار، اللي بيشعل النار. لما ربنا من عليه وجه ودخل في الإسلام وبقى مخلص أمين متبع ومجاهد ومعلم ومتعلم وراوي عن النبي الأحاديث صلى الله عليه وسلم، الرسول قال: سلمان منا أهل البيت، من النار إلى أهل البيت. فرق، سبحان ربي، شوف الفرق. بس اشتغل، تعب، اتحرك. فالرسول بعت للناس اللي بتعبد النار صحابي اسمه سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي. المندوب اللي رايح ده عبد الله بن حذافة السهمي مكي، صحابي من المهاجرين، اتبهدل وهاجر هجرتين الحبشة، وبعد ما الحبشة جه هاجر هجرة المدينة. شاب من الشباب التقي النقي الورع ما شاء الله في الدين. الرسول قال مين يقدر يتعامل مع الناس دي؟ طلعت الاختيار على سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي. بالمناسبة سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي اللي الناس ما تعرفش عنه كتير، هذا الصحابي ده يعني اتأثر سنة 19 هجرية في خلافة سيدنا عمر. اتأثر عند الروم، كان بيفتح بلد في فلسطين بمناسبة دعاء فلسطين اسمها قيسارية على البحر الأحمر، على البحر المتوسط بعد غزة. واتأثر، كان معاه 300 من الصحابة. فلما ملك الروم أثره بيقول لسيدنا عبد الله بن حذافة السهمي: خش في ديني وأنا سيبك. قال له: أنا ما سيبش دين محمد ثانية واحدة ولا اديتني ملك الأرض كله. قال له: هخلي لك نص ملكي. قال له: ولا ملكك كله. أدي لك مش عارف إيه مال، ولا ملك كله، ولا حاجة خالص. حبسوا 3 أيام في غرفة مظلمة، وحط له جنبه خمرة ولحم ميتة، لأن عارف إن الميتة محرمة علينا والخمرة محرمة علينا. ما توحدوا الله. راجل جعان، بس إحنا عندنا في الإسلام فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي قال لك: أصوم 3 أيام وما دوقش الحاجات دي عشان ما يفرحش. بعد 3 أيام فتحوا لقوا الحاجة اللي حاطينها زي ما هي. فقال له: ربنا أحل لك كمسلم في شريعتكم كمسلمين إنك تاكلوا دي وتشرب دي وأنت مضطر. قال له: أنا عارف، أنا أعرفك، ده مش أنت اللي تعرفني، لكن لو عملت كده كنت أنت هتنبسط. ما أردت أن تسعد، إنما أردت أن تحزن. سلام. ما حبيتش أفرحك، حبيت أحزنك. قال له: بقول لك إيه يا غالي؟ قال له: إيه؟ قال له: هموتك. قال له: اعمل اللي أنت عايزه. فشدوا إلى صلبوا على جذع نخلة وبدأ يصوبوا حواليه ويقول للناس الرماه بتوعه ما تضربوش فيه، خوفوه بس. ما خافش. جاب 2 من الأسرى 300 وحطوهم في مية بتغلي، حرقهم في المية، سيح المسلمين في المية. سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي ولا تأثر،
لكن دموعه نزلت. قال له ها قال له ده انا تمنيت ان انا اكون مكانهم مش هم اللي مكاني. قال له بقول لك ايه يا ولد؟ قال له قول. قال له بص راسي وانا اسيبك. كلمه ما يقولهاش واحد. قال له لو بصت راسك تسيب ال 300 دول وانا معاه؟ قال له طبعا. فقبل راسه فتركه. فلما رجع الى المدينه غضب المسلمون في المدينه. ازاي تبوس راس راجل بيعبد النار؟ شوف الغيره بتاع المسلمين، شوف الحميه. لكن الحكمه، فقال سيدنا عمر انه اصاب الحكمه، واول من يقبل راسه اميركم عمر، وامس بيس راسه. وقال من كان يحب عمر فليفعل فعل عمر. فقبل اهل المدينه راسه. سيدنا رسول الله صلى عليه بعته سنه 6 هجريه بكتاب لملك كسرى، بيقول لملك الفرس اللي بيعبد النار: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى صلى الله عليه وسلم، إلى كسرى عظيم فارس. تخيل إن إحنا قاعدين مع الملائكة دلوقتي. تخيل والله العظيم إحنا قاعدين مع الملائكة دلوقتي. القعدة دي تساوي كام؟ الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس كلهم على راسك عليك. فبكبر كده وطرسه الملك بتاع النار ده بتاع الفرس ده قال له انت اللي جايب الرساله؟ قال له قال له فين الرساله؟ قال له اهي. قال له اهي. واما قطع رساله النبي صلي عليه، وقام منادي للكاتب بتاعه وقال له اكتب الى عاملي في اليمن باذان، اسمه باذان. كانت اليمن والبلاد دي خاضعه لحكم الفرس والعراق وكل دول. فقال له اكتب للعامل بتاعي في اليمن ان يبعت 2 من عنده يجيبوا لي النبي اللي بيقول عليه ده متكتف يجي قدامي هنا. الرساله وصلت الى باذان عامله على اليمن، فبعت 2 من عنده الى سيدي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينه برساله ملك الفرس: سلم نفسك لل2 اللي جايين لك. فالرسول اول ما قرأ الرساله ضحك، وبعد ما ابتسم قال لهم: انتوا جايين تعبانين؟ كعادة النبي في الرحمة صلى عليه، عملوا لهم الواجب، أكلوهم وجهزوا لهم فرشة ونيموهم وتعالوا للصبح. في الليلة دي يقوم ربنا يخلي جيش الروم يهزم جيش الفرس، وبعد ما ينهزم جيش الفرس ينقلب شرويه ابن ملك فارس على ابوه ويقتل ابوه ويستولي على الحكم. الجماعه جايين الصبح يفطروا ويشربوا شاي، وبعد ما فطروا وشربوا شاي قاعدين مع النبي صلوا عليه. النبي سيدنا جبريل جاب له الرساله: حصل كذا كذا الليله دي. ما كانش فيه موبايلات ولا حد، ما تعرفش، ما حدش يعرف حاجه. وبعد ما قعدوا كده قال لهم: شربتوا الشاي؟ اكلتوا؟ انبسطتوا؟ قال: خدوا بعضكم يلا وروحوا على اليمن، علشان الملك اللي بعتكم ابنه اتقلب عليه ليله امبارح وقتله، واصبح شرويه هيبعت لي رساله هيسمع الكلام اللي انا بعته لابوه هو اللي هينفذه. ازاي؟ قال لهم: من غير ازاي، يلا انت اهو. ال2 رجعوا لباذان العامل بتاع الفرس على اليمن، قالوا له اللي حصل. شويه وهم بيتكلموا الخبر وصل من بلاد فارس الى باذان. اصبح الملك النهارده شرويه والبعيد اتقتل. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأسلم باذان عامل الفرس على اليمن، وأسلم من معه من أهل اليمن. صليت على النبي؟ أقول لك صليت على النبي؟ آخر حاجة ناخدها النهاردة يا سيدنا، قولوا لا إله إلا الله. فين المية يا سيد؟ صليت على النبي؟
سيدنا الإمام البخاري بيروي لنا الحكاية بتاعت قيصر ملك الروم. انت عارف ان العالم كان زي أمريكا وروسيا دلوقتي بالظبط، الكفر كله ملة واحدة. كانوا زمان الفرس والروم، الروم اللي هي أوروبا والحتة بتاعت وانت جاية كده إيه أوروبا وأمريكا الناحية دي روم، ومن عند تركيا وإيران وانت طالع على الصين وروسيا والحتة فرس. يبقى كانوا نصين برضه روم وإيه قولوا ردوا عليا روم وإيه وفرس. صليتوا على سيدك. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار صحابي من الجماعة اللي دعائه مستجاب، رايح منطقة خطر، ولما بعت رسالة اختار مين قالوا له دحية ابن خليفة الكلبي. الرسول عارف راجل ورع نقي تقي دعاء مستجاب. يا دحية قال له نعم. قال له كان سيدنا جبريل لما ينزل ما توحدوا الله لما ينزل سيدنا جبريل في صورة بشر ينزل في صورة الصحابي ده دحية الكلبي. يبقى كان شكله يقولوا انتم قمر. إذا كان سيدنا جبريل بينزل في صورته يبقى شكله إيه؟ قمر. فبعت القمر لأن الروم أنت عارف الجمال والحاجات دي، فبعت واحد أحسن منهم برسالة. راح سيدنا دحية الكلبي ما توحدوا الله بالرسالة إلى ملك الروم، وهو قاعد مع ملك الروم. ملك الروم بيقول إيه؟ جاني رسالة من نبي المسلمين في السوق عندنا في بصرة اللي هي قرية تبع سوريا دلوقتي، حد هنا من تجار العرب. قالوا له جابوا مجموعة أتريهم من بقى أبو سفيان والشلة اللي معاه. صليت على حضرة النبي، ما كانش دخل في الإسلام لسه. أما قعد أبو سفيان وقعد الجماعة التانيين وراه وقال لهم أنا هسأل الراجل ده أسئلة لو كذب علي قولوا لي. يا أبو سفيان المترجم قاعد نعم اللي جالكوا ده أبوه كان ملك أو حد من أسرته؟ قال له لا. قال له بلدكوا طلع كان فيها ملك قبله؟ برضه لا. قال له طب كويس قوي. محمد اللي جالكوا ده كان بيكذب، أخلاقه إيه قبل الرسالة؟ قالوا كنا بنقول عليه الصادق الأمين. ما تصلوا عليه. نمرة 4. قال له طيب ما جربتوش عليه لا كذب ولا كذا؟ لا أبدا. قال له طيب مين اللي بيمشي معاه؟ مين اللي اتبعه؟ مين اللي أسلم ودخل معاه في الدين بتاعه؟ الأغنياء بتوع العربيات والقصور والسيارات والأموال والمناصب، ولا سلمان وبلال والجماعة الغلابة؟ قال له لا الفقراء والغلابة. قال له بيفضلوا ولا بيرجعوا؟ قال له لا لسه معاه. حصل بينكم خلافات ومشاكل؟ قال له كتير. حصل حروب؟ قال له 2. طيب ايه اللي حصل؟ ما توحدوا الله. تسلم ايدك يا حاج سادي امير. انت والراجل اللي في مسجد الحق احبكما في الله، قولوا لا اله الا الله. اي والله يا سيدي، اي والله يا سيد الحاج يحيى. لما بتخش مسجد كده وتلاقي انسان عنده حياء، عنده ادب، عنده احترام، عنده واجب، لان الكرم صفه من صفات الله وامرنا بيها. اسمع السخي قريب من الله قريب من الناس، البخيل بعيد. ولذلك الملائكة كل يوم الصبح تخبط على الباب وتقول لك اللهم أعط منفقا إيه وأعط ممسكا تلفا. فما بتلاقي حد في المساجد كريم بيحببك في المسجد، مش عشان كوباية الشاي، لا، علشان أخلاقه. وعلشان كده النبي صلى عليه قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. المسلم يبلغ بخلقه ما لا يبلغه بعمله. ولذلك ربنا لما مدح النبي قال له إيه؟ وإنك لعلى إيه؟ خلق عظيم. خلق عظيم. ساعات بتلاقي بعض المسلمين يتكبر يسمع، كبير قوي إنه يسمع كلمة يعرفه، اعرف إنه ضاع منه ثروة طائلة. وما تصنفش الناس ده سلفي ده إخواني ده خلفي ده صوفي ده، مالكش دعوه بحد. دع الملك لمين؟ عليك إيه؟ نفسك.
يمكن اللي انت بتشاور عليه وتقول انا احسن منه او ده وحش هو يوم القيامه اللي يمكن يكون شفيع لك ويعديك. احسن الظن باخيك 70 مره. فتوحدوه. حاج سيد خد نص المحاضره لوحده. صليت على النبي. فسيدنا دحية الكلبي لما راح والراجل ده بدأ يسأل أبو سفيان، قال له طيب الحروب اللي بينكم، قال له هم غلبونا في غزوة بدر وإحنا غلبناهم في أحد. قال له خان، حصل خيانة منه؟ قال له والله فيه عهد لسه عاملينه السنة دي، صلح الحديبية، بس ما نعرفش إيه اللي هيحصل فيه. الراجل ده قال شوف اسمع، أنا عايزك توحد الله. قال له بيأمركم بإيه؟ قال له بيأمرنا ألا نشرك بالله شيئا وينهانا عن عبادة الأوثان ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. بالصدق والصلاة والعفاف والصلة. فأم ردت بقى الراجل بتاع الروم هرقل قايل إيه؟ فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أن هناك نبي لآخر الزمان يخرج، ولكني كنت أظنه يخرج من الشام وليس من مكة، ولم أكن أظنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه أقدر أوصل له دلوقتي لتجشمت لقاءه، كنت أجري على عزم مابي على أقصى سرعة أروح أوصل له. لتجشمت يعني ما كنتش أتأخر ثانية لحد ما أوصل له، ولو كنت عنده الآن لغسلت قدميه بيدي. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليه. طبعا الجماعة الشياطين اللي حواليه المطبلاتية المنفعجية اللي عايزين النار تبقى موجودة، لأن كان فيه ناس مستفيدة من عبادة النار. تقول له بقول لك ايه، عندك كم بقرة؟ عندي بقرتين. ما تجيب بقرة للنار. يقول لك حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، لا البيت يولع. عندك جملين، هات جمل للنار. حاضر يا باشا. انما لو انت مسلم ما اقدرش اخد منك مليم الا في مكانه. ما توحدوا الله. مظبوط ولا لا؟ اذا كان مال اليتيم، لو ابن اختك عندك ولا ابن اخوك ولا مال يتيم عندك، ربنا سبحانه وتعالى امرك انك انت ما تمدش ايدك، ما تاكلش ولا تاكلوا اموال. قول معايا، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، قول معايا، يخرجوا النهار مال يتيم وانا اللي بشغاله. لا، المسلم هيتحاسب بمثقال الذره. مليم، يقول لك ما فيش مليم ولا قرش ولا جنيه ولا اي حاجه. من يعمل مثقال ذره، ان الرجل لا يقذف اللقمه الواحده. فهم مش عايزين اسلام، لان الاسلام هيدور على الحقوق ويساوي الناس ببعض، وما يخليش فيه حرامي ولا يخلي فيه منتفع ولا يخلي فيه بلطجي ولا يخلي فيه لص ولا يخلي فيه كذاب ولا يخلي فيه ظالم. الناس سواسية كأسنان الايه. هم مش عايزين كده، هم مش عايزين كده. صليت على النبي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط. متضايقين منه، هتخش في الإسلام ولا إيه؟ يعني هنلبس زي بعض وناكل زي بعض ونعيش زي بعض؟ جرى يا جدع أنت. وأمر بنا، اسمع سيدنا أبو سفيان، بنقول دلوقتي سيدنا أبو سفيان خلاص. سيدنا أبو سفيان بيقول إيه؟ وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين أخرجنا، حصل أمر كبير، ومع ذلك لم يسلم ورد على النبي باحترام صلى الله عليه وسلم، واحتفظ بملكه لنفسه، إلا أنهم بعد ذلك فتحت بلادهم وخضعت للمسلمين رقابهم، وأخذ سواري كسرى وقيصر وأعطيت للمسلمين، وصارت دولتي الفرس والروم بلاد تابعة للمسلمين. ما توحدوا الله. بلاد تابعة للمسلمين. صليت على النبي. أنا بس عايز أقول عن يعني قبل ما نمشي، بعض الإخوة بيعتقد إنه السعادة
في جمع المال، ولا السعادة في المباني والبيوت، ولا السعادة في المناصب والتخوت، ولا إلخ إلخ إلخ. دخل راجل على مراته زي ما احنا بتنرفز عليها، وقال لها بسمعي بقى، إذا ما سمعتش كلامي ولا وتجاوز حدوده معاه، وقال لها سعادتك بإيدي وشقاوتك بإيدي. قالت له لا، أنت غلطان، لو كانت السعادة بالفلوس ولا بالفرشة ولا بالعفش كان يبقى عندك حق، ولكن السعادة بالتقوى، والتقوى في قلبي، ولا يملك قلبي إلا ربي. ولا يملك قلبي إلا ربي. أنا عايزك توحد الله. ولذلك والله العظيم يا إخوة، واحدة ست كانت بتروح صيدلية تاخد روشتة الدواء، الراجل ادالها العلبة، وانت عارف بيقوموا ماشيين بتاع القلم الضوئي ده عليها 200 جنيه، فالست ما فيش في ايدها غير 20 جنيه. الراجل اللي على الخزنة الموظف بتاع الصيدلية بيقول لها معاك كام يا حاج؟ قالت له ما معيش غير 20 جنيه يا ابني، والعلبة بتاع الدواء مكتوب عليها 200 جنيه. قال لها حاضر يا حاج، وخد ال 200 جنيه ودفع 180 من جيبه، وقام مديلها العلبة بتاعت الدواء. كل شهر تروح لنفس الموظف يديها علبة الدواء 200 ويكمل من جيبه 180. 3 سنين. الراجل جماد، راحت كالعادة، الله يرحمه. الله يرحمه، راحت كالعادة، وقف على الخزنة واحد غيره اتغير، قال لها عايزين 200 جنيه. قالت له لا يا ابني انت غلطان، راجع نفسك، انا بقالي 3 سنين بدفع 20 جنيه. اما نادي اللي بتاع الصيدلية، انت كان بيحصل عندك عجز؟ لا، ده مين اللي كان هنا؟ قال له الشيخ فلان. قام الراجل بتاع الصيدلية معيط وادى تعليمات بان موظف الخزنة كل ما تيجي كل شهر ياخد نفس ال20 وهو يدفع ال180 صدقة جارية على الموظف اللي كان قاعد على الخزنة. حد من سوريا هنا؟ فيه شيخ في دمشق كان اسمه الشيخ سليم المسوتي، تسمع عنه؟ الشيخ سليم المسوتي كان عالم من العلماء الكبار، وكان ماسك مسجد التوبة في دمشق، مسجد مشهور معروف للآن، من حوالي 80 سنة أو 100 سنة. أول ليلة في رمضان زي عندنا الطقوس عندنا كده برضه، بيعملوا الفطار ويقعدوا. الحمد لله. راح البيت عاملين الفطار، ولاده ونسوان ولاده ومراته مجهزين الفطار، والصينية بتاعت الفطار محطوطة. قبل المغرب ب5 دقايق قام يفتح الشيخ، لقى واحدة ست قالت له والله أنا والأيتام ولاد ال3 ما عندنا لقمة للفطار، عندك يا شيخ لقمة؟ لا طبعا. وقام شايل طبق واحد وكم رغيف عيش وحاطط الصينية على راس الست، قال لها ألف سلامة. المغرب أذن، الجماعة اللي جوه جم، ما توحدوا الله. صينية العشاء، صينية الفطار محطوطة، ما انت فاهم. تخيل انت لو دي حصلت معاك بالله عليك، يعني بتضحك، تخيل بالله ده لو دي حصلت عليك، هتبقى ليلة نكد، صح ولا لا؟ ليلة الله أعلم به. فدخلوا برضه نكدوا على الراجل، والراجل ساكت. يعني يا شيخ واحنا نفطر ازاي؟ برضه ربنا قال، برضه هيلاقوا كلام برضه، وصدقة وأنفسكم ولا تنسوا الرسول، وأي كلام، أي عجين. والراجل ساكت خالص، مد ايده شرب شويه ميه، جابهم عمك سيد. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وبدع الدعاء بتاع الصايم، صليت على النبي. وبعد ما دعا دعاء الصايم، اقسم بالله هذه قصه حقيقيه ومش روايه، الباب خبط. مين؟ قالوا له احد وجهاء جبل قسيون. عارف الجبل؟ جبل قسيون ده زي الزمالك، حي راقي. كان أحد وجهاء قصر كبير جبل قسيون ده عازم ناس على الفطار وما جوش، فالأكل هيبوظ. ادى تعليمات للخدم اللي عنده أن يذهبوا بالطعام جميعا إلى بيت الشيخ سليم المسوتي. يا دوب نزل كوباية المية لقى الباب بيخبط. كل الطعام اللي كان في قصر هذا الرجل
ذهب إلى بيت الشيخ سليم بصينية بسيطة ما تسويش 5 جنيه، يبقى كأننا لو سلمنا وأكرمنا وانتفعنا وصرنا خلف النبي كرما وجودا وأدبا وحياء ما نسينا الله أبدا. ما توحدوه. الكريم لا يسقط وإذا سقط لا ينكسر. اوعى تسمع، اوعى تنسى الجملة دي. الكريم لا يسقط وإذا سقط لا ينكسر. أحبكم في الله، أحبكم في الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.